أحمد، يعني الأعداد قلت كثيرا عن الساعات الماضية. المتظاهرون بعد أن اكتملت هذه المليونية ورفعوا مطالبهم الرافضة للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية، يعني الأعداد قلت كثيرا، سواء تلك الأعداد التي احتشدت في ميدان عبد المنعم رياض أو داخل ميدان التحرير أو حتى في الشوارع المحيطة بميدان التحرير من شارع محمد محمود وشارع القصر العيني وشارع التحرير. يعني المطالبات على مدار اليوم اتسمت ما بين مطالبات إلغاء الإعلان الدستوري كلية ببنوده كلها، ما بين مطالبات أخرى بإلغاء تلك المواد الخاصة بتحصين قرارات الرئيس، ما بين مطالبات ثالثة بإلغاء الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها. اختلفت كذلك الاتجاهات السياسية للمشاركين في هذه المليونية، يعني إن كنا نجد أن هناك الكثير من الرموز الحركات والقوى السياسية والثورية التي شاركت في الثورة الأولى، سواء تلك المسيرة التي قدمت إلى الميدان من ميدان مصطفى محمود على رأسها حمدين صباحي، أو تلك التي قدم على رأسها خالد علي أو الدكتور محمد البرادعي، إلا أننا وجدنا على الجانب الآخر مسيرة تدخل إلى الميدان حاملة السيد عمرو موسى، برغم من أن صورته كانت قبل قليل خلف صورة حسني مبارك على مشارف ميدان التحرير، وتحديدا بشارع محمد محمود مدون تحتها اللي كلف ما ماتش. كانت الصورة ترسم الرئيس المخلوع حسني مبارك وخلفه المشير السابق حسين طنطاوي وعمرو موسى وأحمد شفيق. وجدنا كذلك مظاهرة يدخل على رأسها سامح عاشور نقيب المحامين، وهو الذي كان هناك حالة من الرفض لانضمامه إلى الميدان في أوقات قبل هذه الأوقات. حالة أخرى رصدها المتحدث الإعلامي باسم حركة السادس من إبريل محمود عفيفي، حين قال وصرح من داخل ميدان التحرير أنه يعني حاول إخراج بعض المحسوبين على مجموعة إحنا آسفين يا ريس من نصبهم خيمة داخل ميدان التحرير، ولكنه فشل بعد أن منعه الكثير من المتواجدين داخل الميدان. كذلك إن كان هناك يعني الكثير من المتظاهرين الذين احتشدوا، وأنا أرصد هنا أن هذه المليونية هي أولى المليونيات التي لم تشارك فيها أي من القوى الإسلامية. بالرغم من ذلك فإنها استطاعت أن تنجح المليونية وأن تحشد أنصار كثيرين لها. بعض الملاحظات الأخرى على هذه المليونية متعلقة بعدم يعني تأمين الميدان بالشكل الذي كنا نلحظه في الكثير من المليونيات السابقة. لم تكن هناك لجان شعبية لتأمين هذه المليونية من قبل المتظاهرين في نهاية هذه المليونية، وبالرغم من أن هناك أعدادا لا زالت داخل الميدان تهتف بالمطالبات التي وصل أعلاها إلى المطالبة بإسقاط النظام. في نهاية هذه الفعاليات وجدنا في الحقيقة هناك حالات اشتباك بين المتظاهرين بعضهم والبعض بعد بروز بعض حالات التحرش من قبل بعض المتظاهرين، والبعض الآخر الذي حاول يعني فض هذه الصورة من حالات التحرش. أختتم يعني هذا التوصيف لما يدور حاليا بالميدان. نية الكثير من المتواجدين بالميدان الآن نيته الدخول في اعتصام داخل ميدان التحرير حتى تحقيق مطالبه المتعلقة سواء بإلغاء الإعلان الدستوري كلية أو الفئة الأخرى التي تطالب بإلغاء القرارات المحصنة لقرارات الرئيس، أو تلك الفئة المطالبة بإلغاء اللجنة المؤسسة للدستور وإعادة تشكيلها. عشرات الخيام حاليا بالصينية المركزية لميدان التحرير وبجوار عمر مكرم وبجوار مجمع التحرير تنوي الاستمرار في الاعتصام. أحمد.